محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني. يسعد لي مساكم صبايا، ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب. واليوم رجعت لكم بفيديو جديد وروتين جديد مثل ما انكم شايفين. طبعا كالعاده قبل ما نبلش بالفيديو ما ننسى الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس لحتى يصلكم كل شيء جديد. بحب اتشكركم من جوات قلبي على هالدعم الحلو اللي عم يجيني بالمشاهدات، وبتمنى لايكاتكم امانه يا بنات. اللايك اساس القناه، بعلي لي الصفحه وبعلي الفيديو اكتر واكتر. والله انها قناه رزق يعني، الحمد لله رب العالمين، وبتمنى دعمكم. طبعا ومثل ما انكم شايفين انا هون بلشت بطبختي. طبعا هون قمت العصر رح اسوي اليوم مشكله. بقى انتوا ايش بتسموها؟ ما بعرف، كتبولي بالكومنتات. يعني احيانا بنقلها مشكله، احيانا بنقلها مسقعه البندوره، منهم بيقولوا لها محوشه. بقى ما بعرف انتوا شو بتسموها. وطبعا حابة أحكي عن موضوع إنه بالنسبة لمشتريات البنوتاتي. طبعا جبت لمريم بيجامة ولهنادي ما جبت. وفي منهم نص صبايا كتبوا لي بالتعليقات إنه يا أم هنادي خطاي إنه تفرقي بيناتهم، إنه سويهم مثل بعضهم وجيبي لتنتيناتهم كل وحدة جيبي لها بيجامة. هلا والله يا صبايا أنا شوفوا، أنا يعني بعمر الأم ما بتفرق بين صبي أو بنت أو بين بنات التنتين، أعوذ بالله. بس النقطة إنه البركة هنادي صارت صبية وما شاء الله، يعني من جد يعني ما كان عندي استطاعة إنه أجيب لها البيجامة. تمام، يعني هلأ شوفوا حتى أغراض هنادي صاروا كتير تقال كتير. يعني تخيلوا بس البوط والشنتاج حقهم 1550 ليرة. تمام، وطقمة $50، صح؟ فقلت لها لهنادي، قلت لها اذا بدك تاخدي الطقم واخترتي هاي الشنتاي ما تضل بعينك والبوط، يعني كل شيء صار على كيفها. فيا امي انا ما عندي استطاعه اجيب لك بيجامه هو على العيد. يعني انا مثلا المبلغ اللي بين ايدي ابدا ما عندي، يعني ما خرج انه اجيب لها البيجامه. فقالت لي امي ما عندي مشكله، خلاص انه بلا البيجامه بنختصر البيجامه ومنجيب ومنجيب الطقم هذا اللي اختارته. طبعا ما لقينا احلى منه بالسوق، والشنتاي والبوط. مريومة هلا شوفوا بنات، مريومة شنطتها 180 ليرة والعفو اندرتها 275 ليرة، عرفتوا؟ والبيجامة يعني لسه ما وصلوا يعني السعر ما وصل لشنطاية هنادي وبوطة، عرفتوا؟ فقلت لكم انا والله العظيم اكيد انا مستحيل اني افرق بيناتهم تنتيناتهم. والله الحمد لله الله يقدرني. يعني انا كتير بتمنى من رب العالمين يا رب انك تقدرني كل شي بنفسهم فيه انه احسن اشتري لهم اياه، وما اخليهم انه بعينهم شي، عرفتوا؟ او يوم من الايام انه يكبروا ويقولوا مثلا انه ماما ما حسنت او امي ما كانت تحسن، ما حسنت تشتري لي هاد او ما حسنت تاخذ لي هاد. لا ابدا، والله يعني قد صار عمرها نادي 12 سنه ما نهار طلبت شغله وانا قلت لها لا. لو كان منين من كان. بس هذا العيد حصرا نحن بسوريا يا بنات، الدخل بسوريا غير بتركيا. تركيا كنا نشتغل ونحسن الحمد لله رب العالمين انه نحسن نقطع من هون يعني من هون نحسن نأمن لهم يعني كل شيء بيتمنوه. بس هون بسوريا الوضع كتير كتير مختلف. يعني اليوم بتصرفي 10 طوق ما بتسحبي طاق، عرفتوا شلون وين النقطة؟ يعني أجور العامل كتير كتير ضعيفة، بالمقابل المصروف كتير تقيل. هلا أنا وقت اللي كنت بتركيا وأهلي يقولوا لي سبحان الله يعني ما هيك أخذوا بالأهمية لأنه الأحوال المادية كانت كويسة. بس لما نجينا لا فعلا مزبوط مثل ما حكوا، مليون بالمليون. يعني صدقوني مليون بالمليون. ومثل ما شفتوا يا صبايا أنا هون فرمت طبعا الخضرة. بنات مين مثلي أنا ما بحط اللحمة نية بقلب المسقعة أو بقلب المشكلة أو شو ما كان اسمها يكون. أنا كتير بحب أقلي اللحمة والبصل وبخلطه بعدين. والله بتعطيكي طعمة بتفرق كتير. جربتها، صار الصراحة جربتها حط اللحمة بدون تقلي، صدقوني ما بتعطيكي نفس الطعمة والله. والمو مجربة بتقلية اللحمة
يجربها ويعطيني رأيه، لأنه والله رح يلاحظ إنه في فرق كتير كبير إذا بتحطيها نية أو مقلية. وطبعا هون حطيتها بالفرن، أخذت وجه كمان، بتحسيها بالفرن والله يا بنات بتطلع هيك ناشفة، وبتحسي الوجه هيك بتقرمش كتير طيبة. وهي رشة البقدونس لا غنى عنها طبعا. وهون عند الفطار يا بنات، قبل الفطار بشوي جاب لي الغراض، فلما اقعد الحق لا اسوي تبوله ولا اقعد اسوي اي شيء او فتوش او شيء، فهون قلت له خلص تمام، بنحط المسقعه وبنحط قرون فليفله، والحمد لله رب العالمين. الله يحفظ لنا اياها نعمه ويا رب ويرزق الجميع بجاه النبي. وطبعا هون كمان كنت موصيته على بن. هلا الصراحه كنا نحن نستخدم بن الهباش، هالمره جايب لي هذا البن قال لي جربيه اذا طيب او لا. وطبعا كنت كمان موصيته على اللبن والسوس. طبعا كل نهار بجيب لي ب10 ليرات مو اكتر. فبعمل تمر الهندي الصراحه، بنشرب تمر هندي كتير، بس السوس اكتر من 10 ليرات لا. اي والله. وهون هيك قبل الغروب قبل الاذان شي ب5 دقايق، كتير كتير المنظر حلو، الشمس منظر الغروب روعة. وخصوصي يعني بهالروحانيات هاي سبحان الله، بتحسي روحانية سوريا غير. ليه عم تحولي عينك مريم؟ هيك؟ ايش السبب عم تنحول عينك؟ تليفونات. من التليفونات. طيب ليش عم تتفرجي على التليفونات؟ هيك ملاني. ملانة؟ ايه وما في غير التليفونات تتسلي فيهم؟ ايه بالله. ايه. اشكيكي للصبايا؟ لا اقول لهم مريم كتير عم تتفرج على التليفونات وعينها عم تنحول من التليفونات؟ لا ما اشكيكي؟ لا. قل لهم حطوا لنا لايك واشتراك. لايك واشتراك. هي حضرتي كندا. عصير مريومة المفضل التمر الهندي. انت بتحبي التمر الهندي ولا السوس؟ يا بنات قد ما اجينا شو بهالكم من نهار، هلا اجينا برد بوظ، صرنا رجعنا نلبس طاقين. طلعوا مريم رجعت شتت، لبست صوف وسمكت، ونحن كمان لبسنا طاقين اي والله. هي قهوتنا بعد الفطار، ما بصير بلاها. هي طبعا بعد ما بنفطر ونشرب الشاي يعني بعدين بنشرب القهوة. اي والله. ومريومة لسه ما اكلت على فكرة. مريم فاقت بس لسه ما اكلت، عم تتمطمط تشرب عصير. صح؟ صح؟ صح. وطبعا هيك شفتوا يا صبايا بعد ما فطرنا وضبضبنا، فهون قلت والله ما بقى يعني جد ما بقى وقت، لازم اني بقى اعزل المطبخ. وطبعا قبل الكل انا بلشت بالمطبخ لانه باكل همه اكتر شي. الصراحة انا بس اخلص المطبخ بحس حالي خلصت البيت كله، لانه جد فيه كراكيب كتير، فيه اغراض كتير، الخزن من جد بياخد وقت كتير كبير. والصراحة يعني لتاني يوم ما خلص معي فرد نهار، لأنه لقيت تأخر علي الوقت وبدنا نتسحر. فخلصت الخزن الفوقانيات كله، خلصته وضبيته، وتاني نهار كملت وغيرت شوي تعديلات. والله العظيم ما بعرف، اللهم صل على النبي، يعني خزني مو قليل، بس صراحة والله يعني كتير عم حس إنه أغراضي أكتر من الخزن. وطبعا حابة أحكي عن كومنت كتير 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 حبيته الكومنت، طبعا نفس الفيديو اللي نذكر فيه إنه مشان البيجامات البنات، إنه أم هنادي وقت بتنزلي على السوق البسي كفوف. فأنا إن شاء الله بس أنزل على السوق رح أشتري كفوف والبسهم وقت اللي بطلع بالشارع. صراحة أنا ما بلبس كفوف، بتخمر يعني وقت اللي بطلع على الشارع، بس هيك شي ببين عيوني، بس صراحة ما بلبس كفوف. بس وقت اللي المخلوقة قالت لي يعني إنه مشان تحميهم من النار. هو الحمد لله رب العالمين، والله بنعمل قدر الإمكان إنه ما وقت اللي بعطي مصاري أو أي شيء إنه بعمل المستحيل إنه ما إيدي ما تلمس إيدين زلمي، الحمد لله رب العالمين. بس هي فكرة كتير حلوة إنه خلص ما بتخافي وقت بتعطيه مصاري. وقت بتتعاملي مع البياع إنه ما بتخافي، عرفتوا؟ تكون خلص إنه في شيء حاجب لإيديكي. بقول لها خلي لي قلبك وإن شاء الله بس نزلت على السوق رح تجيبي كفوف بإذن واحد أحد. طبعا هيك يا بنات انتوا شفتوا هذا بعد ما خلصت الخزن بالليل تاني نهار
بقى قلت قومي خلصي من هالهم من جد. والله يا بنات هذا الرخام التركي طلع شو يعني هيك بقع، والله مو حلو ابدا. حتى هي المرمره سبحان الله، نحن هي وقت فتنا على البيت ما كانت مركبه هي المرمره، فقلت له لأبو حسن يعني جد ما في غير هالمرمرة المجلة كتير صعب، ومن دون شي المطبخ كتير كتير صغير، فحباب انه ركب لي وحدة تانية جنبها. فسبحان الله ما صارت نفس اللون، فبتحسي المطبخ هيك صار اللاطات صاروا لونين. اي والله. بلاقيه هيك دوم مبقع من عند الجيت، هذا المجلة والمرامر جنبه دوم مبقعين. اي والله. وهيك يا صبايا طبعا بعد ما خلصته مسحت، طبعا هذا كله تمسح. اختصرت بنات، اختصرت على قد ما من جد كتير مضغوطة بالوقت. اي والله. يبقى هيك بشاركتكم هيك بس هيك لقطات صغيرة من تنظيفه، وشايفيلي هيك بعد ما خلصت راحة نفسية. ما بعرف والله يا بنات كتير 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 انبسطت وقت خلصت. اوف ما احلى لقيته والله، ماني سخيانة شي لا زينة ولا فوانيس. بحس قلبي عم يبكي وقت اللي بشعر انه قربنا نلم زينة رمضان. الله يعيدوا علينا وعليكم بالصحة والعافية. بتمنى صبايا إذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوني من اللايك، ما تنسوني من دعمكم. طبعا لهون بكون انتهى معي هذا الفيديو. وهون كانت جاي لعندي اختي، فقمت عملت لها على هالنظافة، طبعا اخذت لكم لقطة، وقمت سويت براد شاي مشان اشربه انا يعني توأم روحي رفيقة دربي. سبحان الله، هي انا واختي اصغر مني بسنة و9 شهور، ما بنحسن لبعض ولا ثانية، يعني يا على التليفون يا انه بنروح على بعضنا وبنجي. بحبكم كتير، بشوفكم